من المجتمع الجزائري، انسانه نتكلم على الطابع الشخصي تاعي، يعني انسانه حساسه، انسانه عندي تواصل بزاف مع الناس. واش نقول لك، تلقيت كما يقول لك في حياتي صعوبات كما كامل الناس. كانوا فيه يعني دي مومون اللي فرحت فيهم ودي مومون اللي بكيت فيهم بطبيعه الحال. ولو كان ما يكونش الانهزام في الدنيا هذه ما قدروش نعرفوا طعم الفرحه. والحمد لله والحياه تستمر. لما نكون في المجال الفني كنت بديت كان فيه مسابقه وكنت من ضمن المشاركات في المسابقه، هذاك الوقت كانت مسابقه ملكات جمال الجزائر، وانا كنت مثلت جهه الغرب بحكم اني من ليزوريجين تاعي من الغرب، من جوهرة الغرب الجزائري تلمسان. كنت فزت بلقب ملكة جمال الغرب، وبعد كملت المسابقة وفزت بلقب الوصيفة الأولى لملكة الجزائر في 97. هو حقيقة فتح لي مجال باش ندخل المجال، فتح لي أبواب باش ندخل المجال الفني. كان فال مليح ليا. في يوم من الأيام كنت في لقاء صحفي، أنا كانت الصحافة المكتوبة، وكي جيت خارجه كان فيها كاستينغ وانا ما كنتش على بالي. موسى حداد كانت عنده الدقه، كان يشوف شافني جايزه، قال لهم الطفله هذه اللي عقبت عليا شكون؟ قالوا له عارضه ازياء وملكه جمال الجزائر، ملكه جمال الغرب، جات باش دير لقاء صحفي. قال لهم اسكو تقدروا تنادوا لها لي، عيطوا لها. كي رحت عنده ما نعرفوش انا حقيقه، واش راك استاذ؟ لاباس الحمد لله. قال لي اسكو مثلتي من قبل؟ قلت له لا ما مثلتش من قبل. قال لي هلا لك الرغبه يعني باش تشاركي في؟ قلت له ما نقدرش نقول لك بس ما عنديش تجربه فيه. قال لي اذا نعطيك سيناريو صغير وديري لي لا سيكونس. من تما عطاني لو سيناريو، قريت وتمتم، درت لا سيكونس تاعي، جيت نرفد. كنت صغيره ما كنتش نعرف، جيت نرفد دوزاني باش نروح. كان في عمري نقول لك 18 presque 19 ans. قال لي سي بون فوزيت بريز. من بعد كي خدمت معاه بديت نشوف، بديت نعرف، بديت نتعلم، وحبيت التجربه، حتى وليت انا كي ما يكونش كي خلاص الفيلم وليت نطلب انه يكون فيه فرص اخرى باش نكون فاصل كمان. تجربه جديده في الجزائر. كانت موسى حداد حقيقه من كما يقول لك من ابرز المخرجين، حقيقة إنسان رائع جدا. كانت عنده نظرة